المشروع بالايكوديال. هنبدأ سنجل لاين دياجرام. بفتح الايكوديال، هيطلب مني create new project. تمام. اخش على الويندو بتاعت الايكوديال. اول حاجة نشوف شكل السنجل لاين دياجرام عامل ازاي. سنجل لاين دياجرام عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترانسفورمر جهد البرايمري 13.8، السكندري 400، شورت سيركت كاباسيتي 500 ميجا فولت امبير، لوحة عمومية MDB. لوحة العمومية بتدي لوحة فرعية اسمها DB1، والDB1 بتدي 10 لوحات LB1 لحد LB10. كل واحدة الضمان ده عليها 20 كيلو فولت امبير للتسهيل، 10 لوحات. والDB1 دي بتدي لوحة بتدي مواتير موتور دايركت اونلاين 90 كيلو وات، موتور ستار دلتا 90 كيلو وات، موتور سوفت ستارتر بتاعه سوفت ستارتر 90 كيلو وات، VFD 90 كيلو وات. 4 مواتير على اللوحة الDB. عندي 11 لوحة من LB1 لحد LB10، وبعد كده لوحة فيها الأربع مواتير اللي قدامي دول. هنا الكونكشن، هنا الجزء دوت بيبقى سيرمال وماجنتيك. ده سيركت بريكر، ده بيتعمل ديسكونكت ماشي. نو تريب يونت. الهدف منه ان انا لو حصل مشكلة عندي هنا ودوت، حصل مشكلة عندي هنا، يقدر البريكر دوت يحسها. حصل فولت يقدر البريكر يحسه، لكن ده مش هيحسه. وعليه دوت بيبقى ديسكونكت سويتش، بيبقى اوفر في السعر. وبالتالي لو انا محتاجه كتريب، اوريدي البريكر اللي موجود اللي هو ديديكيتد بريكر بتاع اللوحة دي، هو في 2، في واحد هنا وفي واحد عند اللوحة العمومية. اللي عند اللوحة العمومية هو اللي بيقوم بكل مهام البروتكشن، بالتالي بيبقى سيرمال ماجنتيك. ودوت بيبقى ايه؟ بيبقى نون ثيرمال نون ماجنتيك تريب سيركت بريكر. اللي حصل هنا مع DB1 ان انا باخد منها كوبي زي ما هي، هسميها DB2. عندي بس رايزر بيدي 20 دور، كل دور فيه لوحة، والباص واي ده بياخد منه بيتاب اوف بالمنظر دوت. عندي 20 من 1 لحد 20. وهبدأ اعمل السنجل لاين دياجرام جوه الايكوديال. تمام. هاجي هنا عندي فيه فيفوريت، وعندي فيه الايه قائم ومنسدر الاكتر من ايتم اللي قدامنا دول. عندي هاجي على السورس، اختار محول. هنا الايكوديال فيه ميزة ان بعمل بالسكرول، اعمل قدام وورا كده، حرك لقدام وورا، يعمل زوم ان وزوم اوت. وممكن بان انا اضغط على السكرول لتحت كده يديني البان زي الايه، زي الكاد بالظبط. هاجي على ديستريبيوشن، اختار باس بار، اقدر اكستند الباس بار دوت زي ما انا عايز بالمنظر ده. هزوم كده مثلا، وهخلي ديت اللي هي لو فولتج سويتش بورد MDB. تمام. وعندي هاجي على distribution feeder circuits، وهختار دي اللي هي protection wiring system switch اهي. دي ادتني السيركت بريكر والديسكونكت سويتش اللي هي ايه زي ما قلنا اهي، بروتكشن، وبعد كده الكابل، وبعد كده ايه السويتش زي ما هي واضحة قدامي هنا. ادي يا عم البرودكشن، وادي الوايرنج، وادي الايه ديسكونكت او السويتش. طيب هاجي هعمل بعد كده اللوحة الفرعية اللي هي اهيت، اللي هي DB1، واحط عليها الخمس ايه 10 احمال بتوعي. اقدر طبعا انا باكستند اهوت، اقدر اسحب دي كلها لتحت كده خط مستقيم كده، وانزل تحت بحيث ان انا اشتغل براحتي. وهاجي هنا هسميها DB1.
تمام. هاجي هنا الكابل، هاجي هضيف احط الحمل بتاعي اهوت دي، وليكن ال بي واحد. اعلم هنا كده تحت هكتب ال بي واحد. طيب انا هخش الاكوديال بي، هخش في ايدي ديماندات، مش هخش بكونكتد. طيب عندي البرنامج ده هديكوا نسخة منه. انا بخش اعبي هنا الديماند، بيديني بعبي الدواير، بعبي احمالها، بيديني هنا الكونكتد لود والديماند لود. خلينا نقول ان انا حسبت الديماند باي شكل ما، حسبت الديماند باي شكل ما بتاع لوحه زي البي بي داش بي اس ام. هفترض عندي في مشروعي ال بي واحد، حسبت الديماند فطلع هنا كام؟ 20 كيلو فولت امبير. هاجي هعلم هنا كده هعبي ال 20 كيلو فولت امبير. تمام. هاجي هنا الكابل بتاعي طوله كام؟ قول مثلا طوله 20 متر. تمام. طيب نيجي مثلا هنا على، هعلم هنا كده على الواير، وهاجي الاقي في هنا عندي اختيار اي ار او ار ان. انا محتاج الكابل بتاعي يخنق ايه؟ محتاج الكابل بتاعي يخنق ايه؟ انا عندي القاطع دوت ليه قيمتين، اللي هي قيمة اي ار اللي هي مشهورة بامبير تريب، وليه قيمة تانية اي ان اللي هي مشهورة بامبير فريم. انا عايز الكابل بتاعي يخنق الاي ان ولا يخنق الاي اي ار؟ طبعا هيبقى اقتصادي جدا. هو عموما الاي ار معروف ان هو اقل بكتير من الاي ان، وبالتالي ان انا لو ركزت ان دايما الكومباريزون بتاعه الكابل مع السيركت بريكر، ان الاي ار ان السيركت بريكر الامباستي بتاعه الكابل تبقى اعلى من الايه التريب، الامبير تريب. لو ركزت على كده هلاقي ان انا كده المشروع بتاعي ان انا كنت اتعاملت معاه بشكل اقتصادي وفاليو انجينير. لان لو دايما هقارن بالامبير فريم ده، لو دايما هقارن مع الامبير فريم هلاقي ان الكابل بيكبر معايا بشكل كبير جدا، وانا مش محتاج كل الكلام دوت. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا على النقطة دي. انا خلاص من هنا وانا دايس على الكابل، خلي بالك انا بدوس في 3 اماكن. في هنا مكان يجيب لي سلك بريكر، مكان يجيب لي الكابل، مكان يجيب لي الحمل. يبقى في المكان دوت انا اوريدي خلاص اخترت اي ان. كل كابل في المشروع انا ليا مطلق الحرية ان انا اختاره هو على اي ان ولا اختاره على، يعني مثلا الكابل ده، ولا اختاره على اي ار. طب انا خلاص اخترت اي ار. طيب نيجي بعد كده بقى الانستليشن. انا الكابل بتاعي كبر اكس ال بي مالتي كور او سنجل كور، اقدر اختار الجراوند بيبقى من ضمن الكابل ولا سيبريت. احنا دايما بنختاره سيبريت. الانستليشن ميثود بيقولوا 31 على اي. يعني ايه 31 على اي؟ 31 على اي ديت اللي هو مختارها ديت. 31 ده رقم الانستليشن ميثود جوه الكود الاوروبي، ودوت الايه النمبر بتاع الانستليشن ميثود، اللتر بتاع الانستليشن ميثود جوه الكود. هخش هنا ونعرف التفاصيل اكتر. اول حاجه انا الكابل بتاعي ايه؟ ابيرنت. انا قلت كابل على كيبل تري ماشي مثلا قول 35 درجه سلسيه ماشي فوق السقف الساقط، ماشي اصعب ظروفه وهو خارج. لو افترضنا ان الكابل اللي انا عندي ديت كده مثلا، وعندي دي اللوحه ام دي بي ودي اللوحه دي بي واحد، والازرق ده هو ده الكيبل تري اللي خارج، والازرق ده هو الكيبل تري اللي خارج عشان يروح يدي اللوحه ال بي واحد، وهيخرج بقى عشان يدي اللوحه ال بي 10 على مستوى الغرف جوه المبنى. تمام. فالفكره كلها ان انا عندي هنقول مثلا انا ماشي عندي على الكيبل قلت هنا مثلا درجه الحراره 26. لو انا همشي بالكيبل تري بقى هخرج من الاوضه دي وهمشي فوق السقف الساقط، درجه الحراره ممكن توصل معايا 35. دي ممكن تكون موجوده في المواصفه، ولو مش موجوده خلينا نحطها بالرقم دوت هيبقى اقرب للواقع. لان اوريدي هيبقى الهواء الريتيرن اللي خارج من الغرف فوق السقف الساقط هيبقى مكيف موصلني ل 35. ده بصرف النظر عن اللي بره السايت ممكن يوصل ل 55 في السعوديه مثلا. فانا لو خدت سيكشن هنا كده على الكيبل تراي ده في المكان دوت، هلاقي ان انا عندي
ايه عندي دول 10 كابلات، وهقول مثلا ان انا هعمل استادي على كابل من الكابلات، مثلا دول 10 كابلات، هقول هعمل استادي على الكابل اللي هو ال بي واحد مثلا، كابل مثلا، ولا هيكون دوت الكابل ال بي واحد. كابل ال بي واحد ده جنبه على يمينه في مجموعة من الكابلات، وعلى شماله مجموعة من الكابلات، هما كام؟ هما 9. يبقى الكابل ال بي واحد واللي جنبه اصبحوا كام؟ 10. يبقى نمبر اوف اديشنال سيركت كام؟ 9، اللي هما دولت التلاتة دول، ومثلا سي الايه الست دول. يبقى نمبر اوف اديشنال سيركت كام؟ ايه؟ 9. طيب افرض ان في كابل فيهم في عبارة عن 2 ست. يعني ايه 2 ست؟ يعني عندك سيركت بريكر داخل عليه الاحمر دوت كابل، ومع واحد تاني باراليل اللي هو الاخضر ده، يبقى دول كام؟ 2 سيركت او 2 ست، يعني مجموعتين. تمام. اسوأ ظروف هيعيشها الكابل ال بي واحد دي هي وهو هنا وجنبه ال10. لو خرج هنا ممكن يكون جنبه 4، لو خرج هنا ممكن يكون جنبه مثلا سي 7. هنقول هنا ان اسوأ ظروف هو بيعيشها اللي هي هنا. تمام. وطب حد هيقول لي طب انت بتتكلم على كده وهنا، طب هنا يعني نختار اسوأ ظروف وهو عند درجة 35 و وجنبه مثلا سي 5 كابلات او 7، ولا نختار 6 عند 26 او 30 درجة سلسية جوه غرفة الكهرباء وعدد كابلات اكتر؟ انا شخصيا بشوف ان انا ممكن نبقى نعملها يعني، بس انا بشوف ان انا لما يبقى عندي كابلات اكتر جنبي بتبقى اكتر تأثير. فخليني هعتبر عند 35 وهعتبر جنب 9 كابلات، يعني نصعب الظروف شوية على الكابل. يبقى انا كده جمعت ما بين الحاجتين. تمام. طيب هنيجي هنا جوه البرنامج، احنا اخترنا ايه على كيبل لادر او كيبل تري، وبعد كده هوريزونتال بريفوريتد كيبل تري اللي هو الكيبل تري المثقب دوت. وبعدين هقول ان هما سبيسد ايه بدايمتر ما بين كل ايه كابل والتاني. هو اوتوماتيك اختار لي 31 اللي هي الريفرنس نمبر، والريفرنس ميثود اللي هي اي. وهلاقي هنا لو جيت انا شفت جوه الكود الاوروبي اهو، هلاقي ديت الميثود 31 اللي هي عن بريفوريتد كيبل تري اي واف، والهوريزونتال والفيرتيكال طبعا دوت امبرفوريتد كيبل تري ده اهو، ده الامبرفوريتد وده البرفوريتد اللي هو المثقب. طيب هشوف برضو في الكود الاوروبي عدد الادجاستنت سيركت بتاعتي. انا هنا في الكيس دي هفترض ان انا عندي فيه 2 كيبل تري، عندي فيه كيبل تري وفي كيبل تري تاني، والكابلات بتاعت ال9 دول موجودين على الكيبل تري الاولاني. عندي هنا يبقى انا عندي هنا 2 كيبل تري اهوت، ادي 2 كيبل تري. number of additional touching circuit، number of additional طبعا هو بكام additional circuit؟ انا هقول جنبي 9. هلاقيه هو هنا اوتوماتيك بيديني رسالة بيقول لي ايه؟ بيقول لي ال9 ديت مش كافية، 9 دي كتير، وهو اقصى حاجة البرنامج عامل حسابه عليها 5. طيب يبقى انا هكتب له هنا كام؟ 5. هقول اوكي هيمشي معايا. طيب نيجي بقى نعرف ليه ال5 دي. هنيجي هنا للكيس ديت جوه الكتالوج، هلاقي ان انا عندي 2 كيبل تري، اقصى حاجة عندي كام؟ 6. طب ليه 6؟ ما هناك بيقول 5. ما هو ال6 دول هو هنا كتالوج شرحها بشرح مختلف، هو بيقول ان انت عندك ايه، يعني نعملها كده بشكل منفصل اهو. بيقول انت عندك ايه؟ بيقول انت عندك 6 منهم الكابل اللي انت بتعمل عليه ستار ده 1، يبقى اقصى حاجة في اللي جنبيك كام؟ 5. ده اللي قالها مين؟ ده اللي قالها الاكوديال. لكن هنا الكتالوج بيقول ايه؟ بيقول ان انت واللي جنبك كلكم على بعض ايه؟ 6. هي ما فرقتش، يبقى دي نفس المعنى ودي نفس المعنى. طيب هنيجي هنا بقى، هنيجي هنا جوه الكوديال وهناخد من دوت كوبي. طيب قبل ما ناخد من دوت كوبي عندي فيه سؤالين بسألهم لنفسي. هعلم كده على نعلم على الحمل، وفي عندي سؤالين اركز معهم. السؤال الاولاني ايه؟ السؤال الاولاني هو اللوحة دي لوحة فيها مواتير ولا لأ؟
واللوحة دي نون لينير رود ولا لأ، فيها مواتير ولا لأ. ليه؟ علشان لو اللوحة دي أصلا مش لوحة إنارة وبرايز، وهي لوحة مثلا سي اللوحة دي لو عملت لها زومينج كده، هي عبارة عن لوحة ليها قاطع، والقاطع ده ندي مواتير مثلا زي مثلا مواتير كل واحد ما بين 5 و10 و20 كيلو وات، مواتير كتير. لو انا عبيتها جوه الاكوديال كده لمسم لوحة كده، وهي مثلا كانت عاملة 200 كيلو وات، مهم جدا ان انا هاجي هنا واقول ان ديت يس قدامها ودي مواتير. ليه؟ علشان في حالة الفولت لو حصل فولت هنا، المواتير دي بتتحول ايه؟ بتتحول لجنريتور، لانها بتدور بعزم الكسور الذاتي، بتقطع عنها الكهرباء، فبتدور بعزم الكسور الذاتي، فبتبقى مولدات، فهتولد تيار بالكيلو امبير هيمشي هيروح للنقطه بتاعه الفولت. بالاضافه ان انا عندي في تيار فولت جاي من تحت، فلو دوت 2 كيلو امبير واللي جاي من فوق عباره عن 13 كيلو امبير، هيبقى الفولت عند النقطه دي كام؟ الفولت عند النقطة دي هيبقى 12 زائد 13، 2 زائد 13 كيلو أمبير، هيديك 15 كيلو أمبير. يبقى هنا كده إيه؟ عمل حساب الفيدباك بتاع الفولت كرنت اللي هو الشورت سيركت. طيب يبقى أنا كده فهمت ليه أنا لازم أحدد دوت كده أو كده. طيب في سؤال تاني هسأله لنفسي برضو، ان هو نون لينير ولا لا. عشان نون لينير ولا لا ديت هيخليني بيأثر على نون لينير، يعني هل اللوحة دي كانت لوحة بتدي مثلا برايز كمبيوتر، بتدي برينترز كمبيوترز اللي هي النون لينير لود. لو اللوحة اللي بتدي كده، ده بيفرق في الفيدباك بتاع الهارمونكس على السيستم في الكالكوليشن، وبيفرق في السايز بتاع النيوترال بتاع اللوحة دي. يبقى دول سؤالين مهمين لازم نجاوب عليهم قبل ما نسيب الكابل والداتا والتفاصيل بتاعة الحمل اللي قدامي او اللوحة اللي قدامي. هبدأ اخد كوبي وبيست بالمنظر ده اهو، 4 6 10 دول 3 2 5، يبقى هنشيل واحد من دول، يبقى دول 10. دي اللوحة دي بي 1. نسيف، هنسمي المشروع مثلا سنجل لاين دياجرام. خلاص. طيب كده انا عملت اللوحة دي بي 1. فاضل لي اللوحة اللي انا هحط عليها المواتير. اللوحة بتاعت المواتير اللي هي اللوحة رقم 11. هنحط هنا، هنيجي على distribution، هنحط باس بار اهو، وهعمل حسابي على هخليهم 5 مواتير مش 4. هاجي هنا على لود، هختار موتور، ادي موتور. مش هركز بقى مع الكابل والكلام دوت بس انا. طيب قبل ما اروح الحته دي، كنت عايز اتكلم عن حاجه تانية. كنت عايز اتكلم عن النقطه بتاعه الفولتج دروب. يعني هنا عندي لما بعلم هنا عن حمل بيديني هنا الفولتج دروب عند اللوحه دي كام. يعني اللي هو لو هنرجع للرسمه بتاعتنا هنا، الفولتج دروب هنا كام. طب انا عندي بعد ديت في عندي دايره اناره. طب خلينا نقول هو الكود الامريكي بيقول ايه. لو برضه هيبقى نتطرق لاوروبي، لان اوروبي مزود شويه في النسب. فهنا الكود الامريكي بيقول يا سيدي، بيقول ايه؟ بيقول ان هنا عند المحول بزيرو. خلاص انا بادجست هنا جوه المحول. خلاص الريشيو بتاعتي تاني ريشيو تابنج، بحيث ان انا
في النهاية احصل ال400 دول يطلعوا عندي 400 صرف، بصرف النظر عن فقد الجهد اللي جوه المحول هيخرجوا لي كام؟ 400. عندك من هنا كده لحد هنا ده كله مطلوب 2%. طيب من هنا بقى لحد الفارسست اوتلت كام؟ مطلوب 3%. 2 و3 يعني كله كام؟ 5%. التقسيمة دي مش إجبارية، أنا ممكن أخليها هنا 4% وهنا 1، بس في النهاية يبقى عند فارسست اوتلت كام؟ 5%. بس بنعمل التقسيمة دي عشان الديزاين، عشان لما يبقى عندي اريا كده كبيرة وعايز أعمل الدوائر ال بي بتاعتي، ماشي، فانا همشي كده 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 كده، اعمل حساب ان انا ماشي المسافه دي لحد اخر اوتلت، وديت اللوحه هي همشي كده 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 لحد اوتلت، اعمل حسابي ان المسافه دي معايا بتغطي كام؟ بتديني الايه؟ ال3%. دي 3% عشان اعمل الزونات بتاعه لوحات الاناره والبرايز. ما علينا. يبقى هنا عندي 3%، 2 زائد 3. محدش سأل نفسه ليه دي 3%؟ لأن دي أقطار صغيرة، مقاومات عالية، بالتالي بيبقى الإيه؟ الفقد في الجهد عالي. طب دي أقطار كبيرة، مقاومات قليلة، الفقد في الجهد بيبقى قليل. تمام، دي اللي كنت حابب اتكلم فيها. فانا هاجي هنا عند الواحد من دولت وهقول ان انا محتاجه هنا يبقى عندي كام؟ يبقى عندي 2%. خلاص، اهو 2%، وابقى اعملهم للباقي براحتي. طب نيجي بقى على اللوحة بتاعتنا ديت اهوت، موتور. هاجي هنا لانش موتور ويزرد، عندي هنا ده الكيلو وات بتاع الموتور، ده الكيلو وات بتاع الموتور. هنا بتقول هنا جواه سيرمال، يعني ليه سيرمال بروتكشن ولا لا. هنا دوت الاي ريتد. هنا هتقول هتستخدمه الستارتر بتاعك نوع ايه. اللي انا عايز اركز عليه هنا ان انا اخلي دي تايب 2. تايب 2 ديت بالنسبة للكونتاكتور معناها ايه؟ معناها ان الكونتاكتس بتاعة الكونتاكتور اقدر اغيرها، مش وانس ان هو يفصل مرة او 2 او 3 او يعني عايز اقول ان هو بتقعد بتبقى هيفي ديوتي اكتر، بتبقى هيفي ديوتي. هنا طبعا بيبين لي ايه الستارتنج بتاع ايه، بتاع الستارتر اللي انا مستخدمه. هنا مستخدم دايركت ايه اونلاين. نمشيها واحدة واحدة كده. هو هنا هنقول مثلا الموتور بتاعنا كان 90، ماشي. والسيرمال بروتكشن قول يس، سيرمال بروتكشن. هنا نحط الاي ار مباشرة. الاي ار هنا اللي هو الريتد امبير. هنا هنقول دايركت، وهنا بيقول هو الدايركت ايه 7.2، وهنختاره تايب 2، ماشي. هنا السيرمال بروتكشن بقى اللي هو ايه انتجريتد، يعني جوه القاطع، ولا سيباريت ريلي، هتعمل اوفرلود ريلي. طيب هنا هنقول مثلا ايه سيباريت ريلي بيبقى افضل. اهو عمله اهوت موجود هنا، وهنختار واحد تاني وهنعمل ايه نغير شوية فيه. اهو لانش ويزرد هنا 90 هنخليها ستار دلتا، وهنخليه انتجريتد، وهنقول اوكي. اهو لانش ويزرد، وهنحط هنا variable speed. خلاص خليهم 4 مواتير زي ما عمل، مش هخليهم 5. وهحط دوت السوفت ستارتر. ويزرد دوت سموث ستارتر اللي هو السوفت ستارتر. خلاص، وهاجي هنا دي بقى ايه الكونكتور بتاعتي. هاجي هنا احط على
الفيدر سيركت، اختار دي و اوصلها كده، ودي اوصلها كده، هرجع احطها تاني اهو كده، وهعلم هنا على تحت دي كده واشدها واجيبها كده كده، وصلت خلاص. اوريدي ان الحمل ده هيسمع فين؟ هنا. هو اوريدي بدأ يجمع دول 200 200 200 ودي 90، يعني قلنا 200 زائد 90 في 4، نقول لو دي لوحدها 200، لو دي 200 لوحدها، يعني لو دول كده 200 في كام؟ هو اداك 120. هو هنا في فاكتور موجود هنا في اللوحة، الفاكتور 6/10، يقول لك هنا عدد اللوحات زاد عن عدد معين، هو بيعمل دايفرستي اوتوماتيك 6/10. انا دي عايز اخليها 1، يعني عايزهم الايه 200 يطلعوا. هو 6/10 وصل لها ازاي؟ هو 6/10 6/10 في 200 يديني 120 اللي هو كان كاتبها من شويه. طيب نتكلم بسرعه كده على موضوع دايفرس اللي هو KS1 اللي عمله الايه الاوكوديال دوت.